استغربت رد فعل مطعم البركه لما الاوردر جالي غلط. تعال احكي لك ايه اللي حصل بالظبط ورد فعلهم كان عامل ازاي، وهل ده يليق بمطعم كبير ولا ما يليقش. يلا بينا واحده واحده مع بعضينا. معاكم حسام حسن، فتعال اقول لك يستاهل فلوسك ولا لا. فرع القاهره. انا كنت جربت فرع اسكندريه 3 4 مرات، كل ما انزل لازم اجربه. يعني اول تجربه ليا كانت 2022، يعني من فتره طويله جدا. فتعال احكي لك. ناس كتير هتقول لي انت لسه فاجر تجربه دلوقتي. واحده واحده هقول لك الاوردر جه غلط ازاي وايه اللي حصل، وبعد ما روحت اكتوبر هم عملوا ايه. موضوع كبير فعلا. انا طلبت وجبه السبايسي، وجبه البركه دي نص فرخه، وطلبت 2 عيش. هو بينزل 1 عيش، طلبت 1 زياده، وبينزل معاه كول سلو وتوميه. تمام. ده الاوردر بتاع النهارده. اللي حصل المره اللي فاتت ايه بقى؟ يوم الافتتاح رحت طلبت 3 وجبات زي ما انتم شايفين في الريسيت. روحت البيت اكتوبر، خدت الاوردر وروحت. يعني ما جاش في دماغي ان ممكن يبقى غلط. روحت لقيت وجبتين وواحده فته، يعني ما اعرفش اسمها ايه حتى. فايه يا جدعان ده؟ ايه اللي جه ده يا جدعان ده؟ قلت يمكن اكيد ضغط ويوم الافتتاح وكده، فعذرتهم بصراحه. بس تواصلت معاهم، كان رد فعلهم غريب بقى. لما قالوا لي ابعت الصوره، ابعت الريسيت، فجاه لقيتهم بيكلموني يقول لي يا فندم احنا بنعتذر، نحب نحول لك الفلوس انستا باي ولا فودافون كاش. ايه يا جدعان؟ يا مطعم يا بركه في ايه؟ وبالفعل حولوا لي ثمن الوجبه كامله فودافون كاش. قلت لهم طب والفته؟ قالوا لي يا فندم 1000 هنا وشفا. فكرة انا ساعتها اتقفلت فما صورتش. انا رغيت كتير. بس تعالوا بس النهارده نشوف مطعم البركه لما فتح في القاهره هل يستاهل ولا ما يستاهلش. احنا النهارده مطعم البركه مش فرايد تشيكن. اللي يقول لك مطعم البركه فرايد تشيكن ده بيضحك عليك يا معلم. مطعم البركه بروستد. في فرق بين البروستد والفرايد تشيكن، زي الفرق بين البرتقال واليوسفي كده. انا كده هعمل لك مقارنه بين البروستد والفرايد تشيكن، لان فرق بينهم غريب. هو غريب. اول مره جربت البركه في اسكندريه استغربت من حجم الصدر. اعتقد هو المطعم الوحيد اللي بيعمل الصدر كامل. فضلت ماسك الصدر كده اقول هما بيقلوا الصدر كامل. فعلا كنت مستغرب. انا بقى نفتح دي كده، نخش على الدبوس نشوف العظمه سودا ولا لا. واحد يقول لك ايه انت بتشوف العظمه سودا ولا؟ بص، العظم الاسود ده بيبقى فراخ مجمده، العظم الابيض بتبقى فراخ فريش. هل الفراخ المجمده وحشه؟ لا حلوه، بس الفراخ الفريش افضل. طب هل الفراخ الفريش ممكن تتحول تبقى سودا؟ لو انت جبت كميات كتير من الفراخ الفريش وخزنتها لمده اسبوع حتى العظم بيسود. بس فانا عشان كده ببص على العظم اشوف الدنيا من جوه عامله ازاي، مش اكتر. على كده يا مصور افتح. ده بروستد. ركز في البريدنج اللي بره، ماشي. وهنفتح وهنشوف اللحم من جوه. ركز برضو في اللحم من جوه. دي البروستد. بسم الله، ودي اجمل لحظه بحبها.